السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وما ناقصكم حتى شي خير. مرحبا بكم في قناه كويزين ليلى. كيف ما تعودنا دائما نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواتي، بغيت نقترح عليكم واحد الغدا ديال اليوم، واحد الكغاتان ساهل وسريع دغيا كيوجد. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وايضا بغيت نشارك معكم الفلفله الحمراء بطريقه يعني ديال الفلفله يعني الحمراء، كيفاش كنصايبوها في الدار. اللي بغات تصايبها في الدار احسن ما انها تشريها من يعني من الزنقه او لا يعني تعاون بها، فكتجي الصراحه سهله ويعني رائعه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وان شاء الله يكون كل حاجه تنال الاعجاب ديالكم باذن الله تعالى. فعلى بركه الله غادي نبداو اولا بالكغاتان، وايضا نتبعوه ان شاء الله بهذا بالفلفله ان شاء الله اللي عندنا او الفلفله الحمراء. اول حاجه عندنا هنايا واحد الكميه ديال البطاطس او البطاطا، كنقطعوها ضمات صغار وكنردوها تسلق. كنسلقوها يعني واحد شويه، يعني شي 5 دقائق حتى ل6 دقائق بركه، يعني ما نخليوهاش بزاف تسلق، غير واحد شويه. صافي كناخذ هنايا لا داند اولا صدر الديك، اولا عفوا يعني لا داند يعني صدر الديك الرومي، اولا الا عندكم حتى صدر ديال الدجاج الا كان عندكم موجود ماشي مشكل، يعني نديرو اللي موجود عندنا نديرو. كنقطعوها هكايا ضمات صغار، وكناخذ واحد الحبه ديال البصل كنقطعها حتى هي كنشلدها رقيقه. الا شلدنا رقيقه من الافضل تكون رقيقه على هذا الشكل هذا، يعني حبه واحده بركه كافيانا. غادي نشلدهم على هذه الطريقه هذه وان شاء الله نكملوا البقيه. بقاو معايا حتى ان شاء الله حتى الاخير ديال هذا الفيديو هذا. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم اخواتي ما تنساونيش من اللايك ديالكم وتبارطاجيوه مع الاهل ديالكم والاصدقاء، وايضا لي كومونتير زوينين ديالكم. صافي كناخذ هنايا واحد المقيله كندير فيها هذيك البصله، كندير فيها هنايا الكمون، شويه ديال الفلفله الحمراء، شويه ديال الخرقوم عرق، وشويه ديال الابزار والملح. صافي وغادي نضيف هنايا ايضا واحد شويه ديال الزعفران ديال هذا ديال الشعره اللي هو ديال الباكيه، يعني كنفردته واحد شويه ودرت هنايا زيت الزيتون تقريبا واحد 3 المعالق كبار. صافي غادي نشحر ديك البصيله مزيان حتى تنزل، نحسوا بها انها نزلت بدات كطيب. ومن بعد غادي نضيف لها هذاك الصدر ديال ديك الرومي. انا كيف ما قلت لكم درت الصدر ديال ديك الرومي، ممكن ديروا يعني الصدر ديال الدجاج او اللي يعجبكم ممكن ديروه. صافي غادي نخليو هادشي يشحر مزيان مزيان حتى تشحر لنا هذيك البصيله، ونضيفوا عليها هذاك الصدر ديال ديك الرومي. ضفت هنايا داك الصدر ديال ديك الرومي. صافي غنشحرو مزيان مزيان ونخليه على جنب حتى يبدا المهم غنخليوه على جنب وندوزو للبطاطا ديالنا. هنايا البطاطا من بعد ما تسلقات واحد شويه، يعني ما نسلقوهاش بزاف تكون باقا يعني شاده راسها. ضفت لها هنايا شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفله الحمراء، شويه ديال الابزار وشويه ديال الخرقوم، ومعلقه ديال الدقيق. هذيك الدقيق هنايا باش منين نقليوها ما كتشرب لناش الزيت وكتجي مقرمشه رائعه بصراحه، كتجي زوينه. صافي درت لها هادوك نحركها مزيان وغادي نديرها بدات تقلى ليا هنايا في الزيت. كيف ما قلت لكم باش ما تشرب لناش الزيت كنديروا لها هاد المعلقه ديال الدقيق. صافي غادي نبدا نقلي. صافي غادي نكملوا ان شاء الله هاد القلي ديال البطاطس تنكملوها كامله. كي كتشوفوا معايا ملي كنقليوها راه ما غاديش تشرب لنا الزيت نهائيا وكتجي مقرمشه وفيها واحد التقرميشه زوينه بزاف بزاف. يعني ممكن ديروها حتى طويله هكا الوليدات لا بغيتو ديروها لهم هكا في الكوتي اولا هذا، يعني تعجبهم بزاف بزاف الوليدات بحال هاد الطريقه هذه. صافي غادي نكملها وغنحطها هنايا هاد البابي ديال الكويزين حتى تنشف من داك داك القطرات ديال الزيت اللي كيكونوا فيها في الاول. وصافي يعني من بعد كتنشف دغيا. صافي وغادي ندوزو نكملو ان شاء الله الكراتان ديالنا. صافي هنايا غادي نديرو هنايا لاصوص بيشاميل. كيف كلشي كيعرف بان يصايبها. درت هنا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده ذوبتها مزيان، ودرت فيها معلقه كبيره ديال الدقيق اولا حتى معلقه ونص ديال الدقيق، القياس اللي نتوما كتبغيو. صافي مع واحد الكاس ديال الحليب
وشويه واحد القبيصه ديال الملح، يعني واحد شويه الملحه القياس اللي كتبغيو ديال الملوحه صافي ممكن ديروها صافي. وغنبدا نحرك حتى تعقد ليا هاد لاصوص بيشاميل القياس اللي انا نبغيها تعقد ليا فقط، وما نزيدوش يعني نقصحوها بزاف. صافي غنبقى نحرك مزيان ونكملوا ان شاء الله. صافي هنايا صبحات جاهزه. دابا غادي نكملوا الكغاتان ديالنا. هنايا غادي ناخذ واحد البول كندير فيه ديك البطاطا ديالي كامله. انا عرفتي ردقتها البنات بحال هكذايا وعجباتني بزاف. صافي غادي نضيف هنايا داك الصدر ديال ديك الرومي او لا نقولوا لا دند مع شويه ديال الزيتون مع ديك البصيله اللي شحرناهم. وغادي نضيف هذيك الصلصه ديال البيشاميل كامله وغنخلط مزيان مزيان. وغادي نجيب واحد المول كندهنو بشويه ديال الزبده اللي غادي يدخل للفران. يعني غادي غير هادشي دابا تقريبا كله طايب كيف ما كتشوفوا معايا البنات. صافي غادي نخلط مزيان وغادي نديرو كيف ما قلت لكم في المول مدهون بشويه ديال الزبده. وغادي ندير الطبقه الاولى يعني واحد تقريبا نصف الكميه غادي نسرحو على داك المول. وغادي غادي نجيب الفرomاج ديال الساندويتش غادي نطلقوا عليه هنايا يعني واحد الكميه ديال الفرomاج ديال الساندويتش. صافي وغادي ندير الطبقه الثانيه فقط لا غير. صافي غادي دابا نرد الكميه يعني الاخرى. صافي وغادي ندير الفرomاج غابي او الجبن يعني الجبن الاحمر ماشي الموزاريلا. صافي غادي ندير واحد الكميه وغندخلو الفران غير كيذوب داك الفرomاج وكنخرجوه كيصبح جاهز. صافي غادي ندخلو الفران ونخليه كما قلت لكم حتى يذوب داك الفرomاج عليه كيجي على هذا الشكل هذا. صراحه جا كيشهي بزاف بزاف. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. غادي نقطع معكم شويه وغادي تشوفوه كيفاش كيجي رائع وكيشهي الصراحه. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. تحضروه حتى نتوما وتردوا عليا الخبر قولوا لي كيفاش جاكم يعني وان شاء الله غادي يعجبكم. صافي وغادي ندوزو ان شاء الله باذن الله نصايبوا الفلفله الحمراء اولا كي كنقولوا الشاونيه اولا كل واحد وكيفاش كيسميها. غادي نصايبوها بالفلفله. انا راني اختاريت ان شاء الله غادي تشوفوا معايا بعدا نذوقوا هذا كيفاش جا بصراحه رائع ولذيذ بزاف بزاف. صراحه هاد الكغاتان تيجي لذيذ بزاف بزاف. انا كنديرو بزاف د المرات يعني وكينال الاعجاب في الدار يعني كلشي كيعجبو. فنتمنى انكم نتوما تحضروه وينال الاعجاب ديالكم لوليداتكم والعائله هكايا يعني صراحه تيجي زوين. دابا ان شاء الله غادي نحضروا نصايبوا ايضا الفلفله الحمراء كيف ما قلت لكم. عندي هنايا جوج انواع. عندي هاد الفلفله اللي هي قصيره وعريضه وكاين هاد الشكل هذا اللي هي بلديه. فغسلتها مزيان وغادي نقيها من هذيك الزريعه اللي كتكون فيها. وايضا حتى داك يعني ديك القشيره اللي كتكون عندها الفوق الخضراء غادي نحيدوها. كنحيد هذيك الزريعه وغادي نقسمها. يعني ساهله في التحضير ديالها ماشي صعيبه. وغادي نديرها تفور كامله. غادي نقيهم كاملين من ديك الزريعه اللي فيهم. صافي انا درت هنا واحد الكميه تقريبا عندي هنايا واحد 4 كيلو ديال الفلفله. وغادي تشوفوا معايا شحال غادي تعطيني الكميه اللي خرجت ليا ما شاء الله. صافي كما كتشوفوا معايا غادي نقيهم من ديك الزريعه ودوك الخيوط اللي كيكونوا تمايا الا كنتو دوك الخيوط البيضاء او لا حتى دوك اللي كانوا خضر هكايا صافي نحيدوهم ما نخليوهمش. صافي وغادي نقطعوها كيف ما قلت لكم ونديرها في الكسكاس تفور كيف كتشوفوا معايا. غنقطعها على هذا الشكل هذا وصافي. دابا غادي نبداو نكملوها كامله نقطعها كامله ونديرها يعني تفور. خليوها تفور مزيان البنات حتى تنزل كامله. انا راه هنايا عمر ليا الكسكاس خليتها بدات كتفور بدات كتنزل وزدت كملت الباقي اللي كان باقي عندي كملته كيف كتشوفوا معايا حتى كتنزل ونعاود نضيف الباقي الاخر. كتشوفوا معايا الكميه اللي باقا ليا من الفلفله.
هنايا راها صافي تفورات يعني، وخليتها انا حتى بردات. عاد غادي نطحنها. جبت هاد المولينيك الصغيره صافي، وغادي نطحنها فيها. تشوفوا معايا نطحنها مزيان دغيا كتطحن، حيت هي دابا مفوره يعني نزلات راه دغيا كتطحن. وغادي ان شاء الله نديروها نصفيوها فواحد صفايه، نحيدو منها غير ديك القشره اللي كتبقى لها قليله. صافي هنايا كانت بدات كتطحن يعني دغيا دغيا كتطحن البنات، ما كتشدش وقت طويل. صافي كنجيب هنايا واحد البول وكنجيب ديك الصفايه بحال داك الشكل. اي صفايه عندكم ممكن ديروها يعني غير باش ما يتهبطش ديك دوك هذيك القشيره ديالها اللي كتكون فيها ما تنزلناش. صافي كتشوفوا معايا غادي نجيب واحد المعلقه وغادي نبقى نبرك عليها حتى نصفي كامله هذيك الفلفله اللي عندي كامله، حتى نساليها كلها ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل ديالها النهائي تقريبا. صراحه كتولي هنايا فلفله حمراء غزاله يعني، كتعطي داك اللون اللي حنا باغيينه. يعني ممكن تخلي على الفلفله الحمراء اللي كنشريو الكبرى، الا ما كانش عندك هذه كافيه، ويعني كاع افضل كاع، لانها صحيه ما فيها حتى شي حاجه، مزيانه ويعني نتيجه زوينه فيها. انا بصراحه كنديرها بزاف بزاف وما كنتخلاش عليها، فين ما كنشوف الفلفله ضروري ناخذها ونصايب بحال هكذا. كتهناو منها يعني مده طويله، يعني كتهناو منها. صافي غادي نمشيو على هاد الشكله هادي حتى نسالي كاع ديك الفلفله اللي عندي. صافي هنايا كتشيط غير داك القشره ديالها، يعني كتشيط واحد شويه كتحيدي. صافي غنبقى غادا هكايا حتى نطحن كلشي ونساليها كامله. هنايا كنت ساليتها صافي، وكنجيب هاد الليمون هادو اللي عندي اللي كنصايب بهم يعني الحلويات. هما بصراحه كينفعوني بزاف بزاف، يعني كنصايب فيهم وكندخلهم المجمد، كنجمدهم فيها، كنخرجوا كناخذ داك القياس اللي انا باغيه، يعني العبار اللي انا باغيه كنلقاه ناضي. صافي غادي ندير فيهم ونقادها مزيان مزيان وندخلهم للمجمد كيف ما قلت لكم. هادو بصراحه عمليين وكيسربيو دغيا دغيا، وبصراحه كيعاونوا مزيان. صافي غادي نعمر هادوك التحفيرات اللي كاينين. كنجيب هاد اللعيبه هادي اللي عندي كنقاد بها باش من داكشي كاع اللي كيشط كنحيدو. صافي غادي نعمر الثانيه. عطاتني كميه بصراحه كثيره تبارك الله، خرجت لي واحد الكميه غزاله نافعه يعني بزاف ما شاء الله. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم حتى نتوما وديروا بحال هكايا. بصراحه راه غادي تلقى الاستحسان بزاف هذا، وغترتاحوا يعني غتعاونكم بزاف بزاف. وايضا حتى كتعطي واحد المذاق زوين، يعني راه ماشي بحال الفلفله الحمراء غبره، هذه بصراحه كتعطي واحد اللذه زوينه. يعني ملي كنديروها نطيبوا بها كتعطي لذه زوينه. عندي العائله على برا راهم دايرين ما بغاو بالضحك وبهذا، عييت فيهم سكتوا سكتوا ما بغاو كاع يسكتوا، خليوني غير نسجل لكم باش ما يجيكمش يعني صداع ساعه والو. صافي هنايا كانت جمدات حيدتهم منها وغادي نديرهم في واحد البواطه وكنحطها في المجمد، فين ما كنحتاج كنجبد وحده. شوفوا كيفاش كتخلي اليد حمراء. صافي غادي نحيدهم ونديرهم في بواطه كيف ما قلت لكم. صافي نتمنى انكم نتوما البنات تعجبكم. هنايا درتهم في هاد الليمون هادو الصغار، بحال مثلا الا كنت محتاجه غير شويه نلقى واحد القياس عندي صغير. هادو تبارك الله يعني راه تقريبا هنايا راه شي 2 معالق، او لا نقولوا معلقه كبيره عامره، فهادوك درت فيهم بحال نقولوا معلقه صغيره. صافي غادي نديرهم في البواطه وغادي نسدها تكون محكمه الاغلاق، يعني نسدها مزيان. صافي ونخليهم في المجمد يبقاو تمايا، تحافظوا عليهم فين ما تبغيوهم تجبدوهم. نتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو ديال اليوم، وتحضروا حتى نتوما هاد الجوج وصفات ينالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله. الى عجبكم ما تنساونيش من لايك وتبارطاجيو مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم، وما تنساونيش اخواتي من لي كومونتير زوينين ديالكم وتشاهدوا الفيديو حتى الاخير. نبقى لي الا نقول لكم شكرا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.